قصة أثارت اهتمام العالم. إحدى القصص الواقعية التي أثارت اهتمام العالم وتحدثت عنها وسائل الإعلام حول العالم هي قصة ماريا، وهي امرأة كولومبية تعرضت للاغتصاب والتعذيب والإهمال الطبي في يد مجموعة من المسلحين. تم اختطاف ماريا وهي في 18 من عمرها من قبل مجموعة مسلحة تعرف باسم الجيش الثوري الوطني في كولومبيا، وتم احتجازها لمدة 8 أعوام في الغابات الكولومبية. خلال هذه الفترة، تعرضت ماريا للاستغلال الجنسي والاغتصاب المتكرر، وتم تعذيبها بشكل مروع، حيث تم تعليقها بالسلاسل من يديها لفترات طويلة، وتعرضت للضرب والتعذيب النفسي والجسدي. بعد 8 سنوات من الاحتجاز، تم إطلاق سراح ماريا بعد أن نجحت في الهرب من معتقلها، ولكن تعرضت للإهمال الطبي والنفسي بعد الإفراج عنها، ولم تتلقى العلاج اللازم لجروحها الجسدية والنفسية. وقد أصبحت ماريا بعد الإفراج عنها نازحة داخلياً، حيث لم تجد مكاناً آمناً للعيش. تم تصوير قصة ماريا في فيلم وثائقي بعنوان The Invisible War، الذي شارك فيه مجموعة من النساء اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي والتعذيب في الجيش الأمريكي. وقد أثار الفيلم جدلاً واسعاً حول العالم حول قضية الاعتداءات الجنسية في الجيوش والمجموعات المسلحة.